أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم أيتن عبدو. يا رب النهاردة جولتنا تنال إعجابكم. النهاردة جولتنا مش في شقة عروسة، النهاردة جولتنا في شقتي، شقة الإسكان الاجتماعي. تعالوا نتفرج مع بعض على الشقة ونشوف التفاصيل اللي أنا عملتها، وكمان أوريكم الأجواء الرمضانية اللي أنا عملتها عندي في شقتي. يا رب الأفكار اللي أنا عملتها تنال إعجابكم، وشقتي البسيطة المتواضعة بإذن الله تعجبكم. أنا حبيت بس إن أنا اصور لكم كل التفاصيل واوريكم قبل ما اركب ستاير وقبل ما اركب انتيكات او تفاصيل يعني اركب تابلوهات او حاجه او اي تفاصيل موجوده في الشقه كان الشكل العام عامل ازاي. فلذلك عملت لكم المقطع الصغير ده عشان اوريكم الفكره عموما كانت عامله ازاي. انا قعدت بالوضع اللي انتوا شايفينه ده تقريبا سنه، سنة إلا شهرين تقريبا من غير ستاير خالص. حقيقي ما كانش عندي ولا استطارة في الشقة خالص. حبيت ان انا لما اركب الستاير لا اركب ستاير جديدة بالتفاصيل اللي انا حباها يعني، لان الستاير اللي عندي هنا كانت مختلفة عن اللي كانت موجودة في الشقة التانية ومقاساتها مختلفة. فلذلك ما قدرتش ان انا اركبها عشان عندي هنا بيت ستاير، فكان برضو نظام الستاير لازم يكون مختلف. مبدئيا ده الصالون بتاعي، هو اللي انا اتجوزت بيه، تمام، ما غيرتش فيه حاجة. يمكن البعض ممكن يستغرب ان انا حاطة هنا الكرسيين دول كده بعيد عن الصالون نفسه، بس عشان مسار الحركة ما كنتش حابة ان الدنيا هنا تبقى مخنوقة، يعني اللي داخل ما يتخنقش بالكراسي، وانا كده كده عندي المكان ده فاضي. فقلت ان انا يعني اقسم فيه الصالون وبقى فيه كرسيين هنا للي حابب يقعد قريب للبلكونة. هنا بقى حطيت الكرسيين زي ما انتوا شايفين كده، وانا هوريكم برضو دلوقتي شكل الكرسيين التانيين لما بيكونوا موجودين هنا بيبقى الشكل عامل ازاي. ولا حد ما بيبقى فيه خنقه شويه، بس انا في رمضان ان شاء الله باذن الله هاخد الكرسيين دول واحطهم هنا، مضطره علشان افضي المكان ده كده للصلاه باذن الله، وهيبقى هو يعني ده المكان بقى اللي هيبقى خاص باتجاه القبله والصلاه وحاجات كده يعني. تعالوا نتفرج كده على بقيه التفاصيل مع بعض. انا ما عنديش نجفتين، عندي هي نجفه واحده، هي النجفه اللي انتوا شايفينها دي اللي كنت متجوزه بيها. ولحد ما الشغل اللي فيها ده لحد ما نازل موضة شوية دلوقتي، يعني في اصلا نجف نازل نفس الستايل. انا ما فكرت ان انا اغيره، قلت يعني بعدين ان شاء الله باذن الله هبقى اجيب نجفتين واباليك يكونوا لايقين مع ستايل الصالون عندي. وانا تعبت شويه لحد ما من الحاجات الكلاسيك قوي، يعني انا مش بميل قوي للنجف الكلاسيك صريح يعني. بحب العفش الكلاسيك، بس النجف الصريح اللي هو الكلاسيك ده مش عارفه مش برتاح ليه قوي، فانا عايزه حاجه تمشي بين الكلاسيك اللي عندي وبين ان انا عايزه حاجه ما تبقاش كلاسيك صريح. ده شكل الصالون اهو. طبعا انا لما جيت نقلت من شقه لشقه، لما جات ربط الصالون عندي اتجرح بالشكل ده. في حاجات انا لسه اصلا محتاجه ان انا اعالجها فيه. وكان عندي فيه ميه سرحت في الشقه فتره وانا ما كنتش موجوده، برضو بهدلت الرجول بتاعه الصالون من تحت. ففي حاجات انا كنت عايزه اودي الصالون اصلا يدهن، بس كان هيتشال القماش بتاعه، وانا بصراحه بحب قماشه برغم ان هو الوانه مش الالوان الموضه في الوقت الحالي، بس انا بصراحه بستشيك. وبما اني يعني مش ناويه ولا حابه اني اغير الوان الصالون عندي اذا كان قماش او حتى دهانات، فاعتمدت ان انا بقى ابدا ان انا اعمل الستاير على هذا الاساس، على نفس الالوان اللي انا عامله بيها الصالون عندي. تعالوا اوريكم الستاير اللي انا عملتها عند معرض المدثر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا لميت الستاره بس عشان اوريكم شكل البلكونه يمكن. طبعا ما شاء الله، بصوا انا كنت مبسوطه جدا اول ما ركبتها يعني. فعلا الواحد لما بيعمل الحاجه على مراحل بيحس بيها، غير لما تعملي حاجه كلها مره واحده. بجد كنت كل ما ادخل الشقه ببقى مبسوطه جدا. قلت له انا عايزه العلبه بتاعه الستاير اللي هي العلبه اللي فوق دي كل لونها لون الجبسن بورد عندي بالظبط، عشان تبان ان هي قطعه من الجبسن بورد، ما تبانش ان هي حاجه منفصله عنه يعني. خلاص. ما شاء الله الستاير جميله، والشيفون كمان اللي تحت تحفه. انا عامله الستاير بتاعتي عند معرض المدثر، بصوا شكله عامل ازاي، بصوا قد ايه ما شاء الله راقي. انا يعني اصلا كنت حابه اللي هو التل اللي هو سوري مش الشيفون، اللي هو التل الساده. فعجبني قوي عنده اللي هو البكنار بسيط كده، حسيته الفكره اللي انا عايزاها، وبرده شبه شغل الكلاسيك اللي موجود عندي في الشقه، او شغل الجوبير ده برده بيليق مع الكلاسيك. اما بالنسبه للستاير القطيفه، انا كنت جايباها من عند روستيك، معرض روستيك، لان ما لقيتش الدرجه اللي انا عايزاها في اغلب الاماكن، يعني عشان صالوني قديم مش جديد، انا يعني متجوزه من حوالي 9 سنين، فكان لازم الاقي حاجه تبقى قريبه لشكل الصالون. وانا كنت رافضه مبدا ان انا اعمل لون نبيتي خالص، لاني كنت عامله قبل كده الستاير بتاعتي نبيتي.
فكنت حابه اغير واخلي برضو الشكل العام ما يبقاش مزعج، فتعمدت ان انا اجيب درجه تكون متناسقه مع الوان الصالون. طبعا اديتها الاستاذ احمد اللي عمل لي ستاير عند معرض المدثر. اللي حابب يتواصل مع معرض المدثر هسيب لكم رقمه في صندوق الوصف والتفاصيل بتاعته، العنوان كمان. بصراحه اسعاره معقوله جدا، اسعاره كويسه والماتيريال اللي عنده كويسه، وهم ناس بصراحه فعلا محترمين جدا، ربنا يبارك لهم يا رب ويرزقهم بالخير قادر يا كريم. طبعا الفرح اللي انا عاملاه دي النجوم دي طبعا عشان خاطر الاجواء الرمضانيه. تعالوا بس الاول اوريكم بقيه الجزء اللي احنا كنا بنتفرج عليه مع بعض هنا. الاكسسوارات دي انا حبيتها قوي. المرايه اللي هي اللي في الجنب دي كان لونها اصلا سيلفر، يعني انا نزلت اشتريتها من القاهره لقيتها في يعني الذهبي منها غالي قوي، والسيلفر لقيته في مكان كان سعره كويس وكانش عنده جولد خالص، فاشتريته سيلفر ودهنته انا عندي بدهان لونه ذهبي وبسبراي. شلت المرايات وبدات ان انا اغير اللون بتاعه وعملته زي ما انتم شايفين كده. اما القطعه القمر دي انا جايباها من هنا من السويس، بجد اكتر من رائعه. كنت حابه حاجه يكون فيها شكل كلاسيك بس ما تبقاش كلاسيك برضو صريح زي ما قلت لكم. فلقيت دي بصراحه اسعارها كانت حلوه قوي وشكلها كمان مميز. بصوا شكل العصفوره دي مش عارفه ده يقال عليه، هو اكيد مش دبور يعني هو بيقال عليه حاجه معينه. فانا ما لقيتش عندها غير 3 دول. انا كنت ناويه ان انا اجيب من العصافير بس ما لقيتش عندها، فلقيت عصفوره واحده يعني الفراشتين دول ولا ايا كان اسمهم هم دول اللي انا لقيتهم. تمام، فانا حطيت ال3 دول مع بعض هنا في البانو اللي في النص، والاتنين التانيين حطيتهم كده في البانوهات اللي في الجنب. انا كنت حاطه الاول دي كنت حطاها هنا، وبعد كده لما فكرت ان انا اعمل اجواء رمضانيه قلت لا يعني خلي دي هنا يبقى فيها حاجه خاصه بالاجواء الرمضانيه، والتانيين اخليهم بقى ستايل المرايات يبقى كله مع بعض وجنب واحد. حطيت هنا شجره خضراء بسيطه، وهنا كنت حاطه مفرش تاني غير الفرو بس حسيته غامق. انا مش حابه برضو اللون الرخام الغامق ولا السجاد الغامق، كنت حابه ان انا افتح الدنيا خالص. فجبت المفرش الفرو ده بالشكل ده، جبت القطعه دي اللي هي شكل ريشه دي جبتها برضو من القاهره. تمام، والمفرش الفرو برضو كنت جايباه من هناك. كنت جايبه الطبق اللي هو الجولد ده كنت جايباه من معرض علاء اللي هنا في السويس. برضو كان سعره كويس قوي. معرض علاء اصلا من المعارض اللي اسعارها معقوله. هبقى اسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف للي حابب يتواصل معاه. الفانوس ده كانت جايبهولي القمر شيري، ربنا يا رب يبارك لي فيها، كانت جايبهولي بمناسبه رمضان. ما كانت نازله تشتري فوانيس وانا قلت لها الستايل ده عجبني، راحت قالت لي خلاص انا هجيب لك منه واحد. فده كان هديه شيري. كمان جبت الوراقه دي، حسيتها شكلها مش واضح ومش عامله ازعاج في المكان، واللون الجولد اللي فيها قريب لستايل الحاجات اللي انا حطاها والوان الصالون، وكمان الالوان الانتيكات اللي موجوده. تمام. انا طبعا كنت عامله لكم قبل كده جوله عن كل تفصيله موجوده في الشقه في التشطيب، يعني مش لازم برضو نتكلم على موضوع التشطيب تاني، بس انا عموما عامله الوان الحيطان والاسقف نفس اللون بنفس الدرجه مش مغيره. عامله بس الاضاءات اللي موجوده في الشقه عموما كلها الورم اللي هو اللون يعني بين الورم والتلجي والابيض، يعني عندي السبوتات بتنور كذا اضاءه. تمام. هنا بقى الجزء الخاص برمضان او الاجواء الرمضانيه. طبعا الحاجات دي بالليل بتبقى منوره فبتبقى واضحه اكتر. حطيت هنا الفانوسين دول كنت جايباهم برضو من الازهر. قولوا لي كده ايه رايكم فيهم. حطيت هنا الورد ده كده في الجناب معاهم. خلاص المفروض ان انا عامله جوه موضوع، بس انا جيت نورتها وانا بصور لكم حقيقي ما كانتش واضحه، فلذلك انا طفيتها. تمام. دي كده. هنا الاباليك اللي انتوا شايفينها دي كان الابليك ده او التاني، دول اصلا كانت اباجورات موجوده عندي في اوضه النوم. يعني هي اباجوره اساسا، اباجوره فيها عمود ولازق فيها الاتنين دول، فانا كسرتهم منها. حسيتهم برضو هيبقى لايقين شويه مع الاجواء الرمضانيه فروحت كسرها. انا اصلا في اوضه النوم ما عنديش الا كومودين واحد لان الاوضه مش هتستوعب الاتنين كومود، فحطيت واحد وعليه هو الاباجوره بتاعته. فبالتالي عندي اباجوره مش محتاجاها خالص ومش هحتاجها لاني انا الشقه عندي هنا برضو محكومه. فكسرت واحده. تمام. زي ما قلت لكم وقسمتها جزئين، جزء خليته في الجنب ده والجزء التاني خليته في الجنب التاني، وحطيت فيها الوردة دي كده عشان يعني تدي برضو روح ليها شوية لان الاسلاك بتاعتها باينة فكان شكلها مش لطيف. تمام. دي حاجة من الحاجات اللي انا عملتها. وهنا طبعا عشان مكانش عندي نجفة تانية فعملت الشكل ده الفانوس اللي هو بيبقى موجود في البلكونات لو تعرفوه. اديته كده تاتش جولد بسيط زي ما انتوا شايفين كده اهو.
دهنته كده بجولد بسيط. نفس الفكره برضو عملتها هنا على فكره، دي ما كانش فيها الجولدات دي، كان فيها يعني هي كانت كلها لونها غامق، بني غامق او اسود مايل للاسود شويه. فكان الفانوس ده برضو نفس الفكره، فانا اديته تاتش كده جولد. قولي لي ايه رايكم فيه. وحطيت طوق من اللي هو طوق التمر حنه، ولفيت عليها الورد بالشكل ده، وربطتها بشريط خيش في الجنزير نفسه اللي مربوط فيه الفانوس. قولي لي كده ايه رايكم في الفكره دي. الفكره دي انا كنت عاملاها على فكره من السنه اللي فاتت. هي والشجره اللي انتوا شايفينها ورا دي، الشجره دي انا كنت جايباها من الشارع شجره عاديه يعني خشب عادي، ودهنتها بالسبراي بالشكل ده، ونطورت عليها كده بعض الورود الاوف وايت الخفيفه كده تدي ليها تاتش، ولفيتها عليها الاضاءه بالشكل اللي انتوا شايفينه. السنه دي بقى حطيت لها كلمه رمضان كريم اللي انتوا شايفينها، وانا اللي حطيت لها بقى النجوم دي. عارفين النجوم اللي كانت بتتلزق في السقف اللي هي بقى لونها فسفوري، جبتها ورشيتها بالسبراي عندي، بالسبراي الجولد، ونزلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كده الثبت بتاعها بالشكل ده. عملته بالخيش، ده كان باسكت عند ابني في غرفة الأطفال، عملته بالخيش ولفيت عليه الشريطة دي من ضمن الخامات اللي عندي، وحطيت فيه هنا التل اللي هو بيكون عليه نجوم وهلال. دي برضو نفس الفكرة أنا عاملاها من السنة اللي فاتت. اوكي اهو. هنا بقى عملت الشغل السي ان سي ده عند جيمي، لو تعرفوا جيمي اللي في فيصل بتاع شغل الاركت، جيمي اركت. زين هبقى برضو انزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اللي حابب يتواصل معايا. انا بعمل عنده اصلا شغل الاطواق اللي بعمله للعرايس، اذا كان حروف او اطواق مدوره، في حاجات معينه انا بعملها عند جيمي. عملت بقى شغل السي ان سي ده اللي هو زي اتجاه القبله، تمام. هيكون بقى المكان ده كله خاص بالصلاه. اوكي، لذلك عملت هنا بوكس. عارفين السبتة بتاعت الفاكهة، جبت سبت من سبتة الفاكهة وغيرت الشكل بتاعها تماما زي ما انتم شايفين. اولا كنت انا جايبة رجول عندي جزامة، كنت عايزة ارفعها شوية عن الارض، فكنت جايبة لها الرجول دي، فكنت لسه ما حطيتهاش في الجزامة. وعندي البوكس ده كنت جايباه من محل بتاع فاكهة عندنا هنا. اوكي. دول القطعة دي انا كنت جايباها من الازهر، كان المتر منها هنا تقريبا كان ب15 جنيه. ودي كان المتر منها ب50. لفيتها كده بالشكل ده على البوكس من بره، وحطيت برضو شرايط كتان، وشرايط فيها يعني زي شراشيب كده. شرايط الكتان دي انا بشتغل دلوقتي بيها لاغلب العرايس في الفتره الحاليه، يعني الفيديوهات اللي انا لسه ما نزلتهاش ليكم. بصوا عامله هنا الدراع بتاعها، ده الدراع بتاع الثبت، وحطيت فيه بقى الورد اللي هو انتوا شايفينه ده، يعني بين الجولد كده والاخضر بتاعه، اخضر ترابي مش واضح يعني. حطيت طبعا هنا المصحف والإسدال، وكمان يعني عباية لجوزي اما بيجي يصلي بيلبسها، وكمان السبح. حطيت كذا حاجة، يعني هي الحاجات اللي احنا ممكن نحتاجها وقت الصلاة وقت قراءة القرآن. يعني لسه برضو الستاند بتاع المصحف ما دهنتوش، ولسه في شغل شوية هعمله فيه. بس مبدئيا كده قولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي انا عملتها في الأجواء الرمضانية عندي في البيت. ده الشكل اللي عام ليها، ده المكان اللي هيكون فيه ان شاء الله بإذن الله الصلاة. طبعا عملت نجيلة طبعا عملت نجيلة هنا في البلكونة، بس لسه ما عملتش الشغل الأجواء الرمضانية أو التفاصيل اللي هعملها جوه البلكونة، فلذلك هصورها لكم بإذن الله لما أخلصها. بس مبدئيا كده قولوا لي ايه رأيكم في الحاجات اللي أنا عملتها عندي في الريسبشن، وايه رأيكم في صالوني. أنا عارفة إن هو مش أحسن حاجة، يعني مش هو أحدث حاجة في الوقت الحالي، بس أنا حقيقي بحبه جدا. ولما كنتش حابة أزحم الشقة عندي، أنا فكرت إن أنا أعمل هنا سفرة، تكون سفرة مثلا 4 كراسي بيضاوية، ما تبقاش مدورة، تبقى بيضاوية عشان ما تاخدش مساحة، ما تاخدش حيز من المكان ده. المكان ده على فكرة أغلب العرايس بتحط فيه بوفيه، وبتحط سفرة أو بتحط نيش وبتحط سفرة. فأنا عن نفسي كنت هكتفي بسفرة صغيرة، بس أنا مش حابة أعمل كده في الوقت الحالي خالص. أنا حابة اللهم يسر يا رب، زي ما أنا على الوضع بتاع الصالون كده، تمام. وأعمل هنا مكان الكونسول ده، اعمل هنا بوفيه كبير، مش كبير يعني اخره مثلا لحد الفيشه دي، احط فيه بقى الشوزات بتاعتي، يبقى هو بوفيه بس مش الهدف مني ان انا الم فيه صيني او ازاز او خالص، مش ده هدفي.
الهدف منه ان انا عايزه اعمل فيه ان هو يكون فيه الشنط بتاعتي، ويكون فيه الاحذيه الخاصه بيا وبجوزي وبابني، وكمان الطواقي والحاجات اللي هي ممكن يكونوا بيخرجوا بيها. فالحاجات دي بالنسبه لي مهمه ان هي تكون عند الباب. فافضل ليا ان انا اعمل هنا بوفيه بس، اكتفي بفكره البوفيه بمرايه شيك من فوق وخلاص. فقولوا لي كده ايه رايكم، هل ان انا اعمل البوفيه لان هو ده اكتر حاجه انا محتاجاها، ولا الم الصالون على بعضه هنا وازحم الدنيا شويه واعمل هنا سفره، مع اني انا مش هحتاجها، انا يعني كده كده عندي ترابيزه باكل عليها فمش محتاجه سفره في الوقت الحالي. تمام. الكراسي صح، الكونسول ده من الحاجات اللي انا متضايقه منها جدا، عايزه اغيره اصلا. بس انا سايباه في الوقت الحالي. احنا حقيقي بنحتاج مرايه، وبنحتاج حاجات مثلا نحط عليها المفاتيح، وجوزي داخل في حاجات معينه بتبقى معايا الساعه بتاع، فبيحطهم في الطبق اللي موجود على القطعه اللي هي اللي موجوده يعني على الكونسول. وده كان اصلا يعني الكرسي بتاع اوضه النوم عندي اصلا كان لونه بني، وكان حتى التنجيد بتاعه مختلف. انا جبت القماش اللي كان باقي معايا من الستاير وغلفت بيه الكرسي نفسه، ورشيته بالسبراي جولد عندي، ما عملتش فيه اي حاجه غير كده، عشان الى حد ما يكون شكله متناسب او متناسق مع المكان شويه. بس هو عموما القطعه دي ان شاء الله باذن الله هتتغير الفتره اللي جايه، دعولي بس ربنا ييسر لي الامر والاقي حاجه مناسبه، لان انا محتاره برضو في اللون اللي ممكن اعمل بيه البوفيه. مش عايزه اعمل حاجه غامقه قوي فتقفل الدنيا عندي، ولا حاجه فاتحه تبان ان هي شاذه. فيعني ادوني كده كام نصيحه كده بالله عليكم، عشان انا حقيقي محتاره جدا في الموضوع. مبسوطه جدا بالستاير اللي انا عملتها، حقيقي والله العظيم فرقت معايا كليا. انا الستاير اللي جوه صح عاملاها فيها بيت ستاير، هنوريها لكم قبل ما نقفل الفيديو مع بعض اهو. ده كده بيت ستاير، هو عمل لي بيت ستاير جوه، وعلقت فيها الستاره. بالنسبه للستاره اللي هي فيها النجوم والحاجات دي، انا كنت بقول لجوزي انا حاساها ان هي فرح نشيلها، فهو مقتنع ان هي لا شكلها حلو مديه تاتش يعني عشان رمضان وكده. بس قولوا لي كده ايه رايكم، يا رب الحاجات اللي انا عملتها تكون عجبتكم، تكون الشقه يعني الى حد ما مقبوله بالنسبه لكم. ربنا يا رب ييسر لكم جميعا اموركم ويرزقكم جميعا بكل اللي نفسكم فيه، ويا رب ييسر لي الامر قادر يا كريم يا رب، ويشفيني عن جوزي ويبارك لي في كل حاجه في حياتي. انتظروا كمان مني ان شاء الله باذن الله، هنزل لكم بقيه الفيديوهات اللي او الحاجات اللي موجوده في الشقه الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. هتجيلي الركنه طبعا زي ما قلت لكم انا بعمل الحاجه كلها واحده واحده، يعني كل ما بيبقى معايا مبلغ بحاول ان انا اسد جزء برضو الاول من الحاجات اللي علينا، وبعد كده ببدا ان انا اعمل حاجه في حاجه يعني. فان شاء الله باذن الله الركنه هتجيلي قبل رمضان ان شاء الله باذن الله. هحاول اللهم ييسر يا رب ان انا اصور لكم الركنه واوريكم انا عملت فيها ايه وايه يعني هي لونها بقى مختلف على انوار الشقه، وستايلها برضو مختلف يا رب، وفكرتها جديده يا رب، بس تنال اعجابكم باذن الله. انتظروا الفيديو بتاعها قريب الفتره اللي جايه ان شاء الله، هنزلها لكم بعد ما اخلص الحاجات اللي فيها. دعولي بقى ربنا يقدرني واخلص بقيه الحاجات اللي المفروض تكون موجوده مع الركنه. واتمنى يكون الفيديو النهارده خفيف عليكم ما كانش تقيل، ويا رب ربنا يرزقكم جميعا بالخير، وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، ويرزقنا جميعا بالخير. وبحبكم في الله والله ربنا يعلم، انتوا حبايب قلبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا، واعذروني على تاخيري عليكم الفتره اللي فاتت. كان معاكم ايتن عبد صاحبه قناه فرش عرايس لسويسه. السلام عليكم.